صباح الخير. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة بتنجان من احلى الوصفات اللي ممكن تجربوها. انا عن نفسي حبيتها جدا وقعدت بعتمدها كتير يعني في اكلاتي، يعني في الايام قعدت بعملها وجبة غدا. الوصفة دي هتعجبكم جدا يا جماعة. هو بتنجان بوش بيتزا، زائد كمان ان مكوناته بسيطة جدا، مش هتاخد منكم تكلفة كبيرة. اول حاجة بجيب بتنجان اسود، يكون البتنجانية اللي هي المكببة دي، وتكون طويلة شوية، ما تكونش اللي هي المكببة او المدورة. تمام. اول حاجة بقى بنقشرها، بنشيل الجزء الاخضر اللي فوق، وبعد كده بنقطعها شرايح طولية. طبعا احنا مش عايزين الشرايح لا تخينة قوي ولا رقيقة قوي، يعني نحاول بقدر الامكان نخليها متوسطة كده. تمام، زي ما هو باين في الفيديو. بعد كده بقى هنقطع البتنجان كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا البتنجانية دي مكببة شوية، بس يعني ايه، ما هياش مش قصيرة كده، يعني ايه، تنفع برضو للوصفة اللي احنا شغالين بيها. تمام، قطعنا البتنجان. الخطوة التانية هنجيب بولة فيها مية، وهنحط فيها معلقتين كبار من الملح. الخطوة دي انا بعملها علشان البتنجان اوقات كتيرة بيكون فيه سنة مرارة كده، وبيكون طعمه لاذع، فاحنا عايزين نشيل المرارة والطعم ده خالص، ونتأكد ان البتنجان هيبقى طعمه حلو. انا بقى هنقع البتنجان في المحلول الملحي اللي انا عملته ده، علشان يعني ايه، اي مرارة اي حاجة تنزل في المية اللي بملح دي. تمام، وانتوا هتلاحظوا بعد كده واحنا بنشيل البتنجان لون المية هيغير خالص، وهيبقى لونها غامق. خلاص. احنا حطينا كده البتنجان في المية. انا هضغطه بطبق او بحاجة تقيلة علشان البتنجان كله تبقى المية مغطياه، واحطه على جنب. بعد كده هنحضر بقى الحشوة بتاعتنا. هجيب فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر، طبعا على حسب الموجود عندك انتي هتستعمليه في الطبخة، مش هندقق على اي حاجة. تمام. انا قطعت قرن صغير من الفلفل الاخضر وقرن صغير من الفلفل الاحمر، وهقطع كمان نص قرن من الفلفل الاصفر الرومي. الوصفة دي يا جماعة انا مستعملة فيها لحمة مفرومة. اللحمة المفرومة يعني مش بتاخد كتير لحمة مفرومة، يعني اقل من ربع كيلو بتاخد لحمة مفرومة. بعد كده بقى هنقطع بصل علشان نعصج اللحمة. طبعا احنا هنزود البصل شوية. اول حاجة بقى هعملها، هنزل بالبصل في طاسة على النار فيها زيت. طبعا احنا ممكن نحط زيت مكعب زبدة عادي، مفيش اي مشكلة، المادة الدهنية دي انتي متحكمة فيها. هقلب البصلة كده على النار لحد ما البصلة تبدأ تدبل معايا. بعد كده مش عايزينها تحمر. بعد كده بقى هنزل عليها باللحمة المفرومة. بعد ما نزلت باللحمة المفرومة على البصلة، انا سويت اللحمة كده في الطاسة، وهسيبها شوية لحد ما تاخد لون من تحت. وبعد كده هبدأ اقلب في اللحمة. هفضل اقلب لحد ما تاخد اللون اللي احنا عارفينه، اللي هو اللون البني بتاع اللحمة المعصجة. بعد كده بقى هنزل عليها بالفلفل اللي انا قطعته. طبعا يا جماعة في طريقتين لتعصيج اللحمة. احنا ممكن نحط اللحمة الاول نديلها صدمة في الطاسة قبل ما نعمل البصلة، وبعد كده ننزل عليها بالبصلة وباقي المكونات ونقلبها ببعضها. بعد كده بقى هنحط الملح بتاعنا حسب الرغبة، ونص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من توم وبصل بودر، ونص معلقة من الفلفل الاحمر او البابريكا. طبعا احنا ممكن نحط 7 بهارات برضو، ممكن نحط مكعب مرقة لحمة. الحاجة اللي احنا عايزينها ممكن نحطها. تمام، بس انا اكتفيت بالتوابل دي. هقلب بقى اللحمة كويس، وبعد كده هحط عليها عصير طماطميتين علشان تكمل تسوية على نار هادية. هقلب الطماطم مع اللحمة وهسيبهم على نار هادية يتسووا. طبعا يا جماعة الخطوة دي مهمة جدا، وهتفرق في طعم اللحمة جدا. والنتيجة في الاخر هتبقى هايلة، وان شاء الله لو جربتوها هتدعولي. بعد كده البتنجان بقى هاخده واحطه على مناديل مطبخ او فوطة مطبخ، علشان المية اللي فيه عايزة انشفها كويس جدا. طبعا يا جماعة البتنجان كان نزل المرارة اللي فيه، واي حاجة مش حلوة نزلها، وكمان مش هياخد زيت كتير. يعني احنا ممكن نحمر البتنجان بطريقتين هقولك عليهم دلوقتي. احنا دلوقتي هنشف البتنجان كويس جدا. نيجي بقى لتحمير البتنجان. انا حطيت في الطاسه بتاعتي شويه زيت صغيرين، وهحط فيهم البتنجان. طبعا لازم نكون ناشفين البتنجان كويس جدا من الميه علشان يتحمر معايا اسرع.
انت ممكن بقى تحمريه بطريقه تانية. انت ممكن تحطيه في طاسه او في عفوا في صينيه فرن او في صاج او على صاج يعني، وتحط عليه ورقه زبده وتحطيه في الفرن. طبعا تحطي له رشه زيت او مسحه زيت بالفرشه وتحطيه في الفرن لو انت مش حابه تقليه في زيت يعني كتير وكده ويشرب زيت كتير، وهياخد لون. في جميع الحالات هي الطريقه دي او الطريقه دي صح جدا. بعد كده بقى انا خلاص يعني طلعت اول دور من البتنجان، وزي ما انتم شايفين اللون كان حلو جدا ومناسب، هو ده اللون اللي احنا عايزينه. بعد كده هرصه على الصاج او الصينيه اللي هندخله بقى الفرن، وممكن نحط طبقه او طبقتين. لو البتنجان رقيق هنحط طبقتين، هنرص كميه البتنجان كلها. وبعد كده بقى هنبدأ ان احنا نحط الحشوة بتاعتنا وهي اللحمة. في الطبقة الاولانية هنحط حشوة اللحمة، معلقة كبيرة كده من اللحمة المتعصجة. وبعد كده بقى هبدأ ان انا اوزع عليهم الجبنة الموتزاريلا. طبعا انت لو عندك ميكس جبن اي نوع جبنة انت تحبيها تحطيها. هحط بقى الجبنه وبعد كده هدخله الفرن، يعني مش هيقعد كتير خالص، هو تحت الشوايه لان كل حاجه مستويه، يا دوبك هياخد لون وهيطلع. وبألف هنا، دي احلى وصفه بتنجان ممكن تجربوها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناه، وقولوا لي رايكم في التعليقات، ورايكم هيهمني جدا. مع السلامه.